يقولوا لنا هذا مادام هذا قفطان مغربي، مادام هذا وعندهم القندوره تاع قسنطينه الفرقاني، هذه يا مادام والله غير جات من قسنطينه من الفرقاني. وعلاش ما قلتش الفرقاني مغربي؟ باسكو هما كانوا يقولوا لنا هذا فرقاني من قسنطينه ويقولوا لنا هذا قفطان مغربي. انتم اللي علمتونا هذا، ما تجيوش درك تقولوا لي لو كونترير. هذا واش قلت. وقالت له قال لك هضرت حاجات على انا نهضر على الحق، هذا واش عشت. وعلى بالي بزاف جزائريين كانوا يديروا هكذا. وعلى كيفاش جاي مالا لو كافتون ماروكان هذا؟ انتم تقولوا القفطان المغربي، كيفاش جا هذا لو مو اون الجيري؟ لو مو اون الجيري كاع العرايس في الجي في كل مكان تقول لك لو كافتون ماروكان. والله العظيم هذه التسميه موجوده في الجزائر، اذا نكرتها فانت انسان تكذب. وانا جامي نجرح واحد نقول له هكذا اذا ما قلت ليش بلي هذه الكلمه موجوده في القاموس الجزائري اليومي فانت كاذب. لان معظمنا نقولوا لو كافتون ماروكان، حتى المعربين يقولوا لو كافتون ماروكان، وهذه كلمه حق، كلمه حق. جامي اون انتوندو لو كافتون الجيريان، نسمعوا غير لو كافتون ماروكان من بكري. دوكا ما تكذبنيش باسكو انا حلفت لك، وانا جو با اوبليجي نحلف ولا ما لا ناقه ولا جمال. وهضرت على هذو اللي يهضروا على القفطان والزليج والمغرب واسرائيل، قلت لكم فيه مواضيع اخرى تهم الجزائريين في حياتهم اليوميه، هذه ما هضرتش عليها. هذه رحت 180 لور، عديت عليها 180 لور، ما قلتهاش كاع. وبديت تخرط هنا وهنا وهنا وهنا. انت تعرف يا اخي قبل ما تطلع في اللايف وتدير دي كونفيرماسيون، روح تقرا تاريخ بلادك، روح تقرا الياذة الجزائر، روح تقرا بثبت الحمد لله والحمد لله والشكر لله والشكر للعلماء اللي جابوا لنا الانترنت واللي جابوا لنا اليوتيوب واللي جابوا لنا الفيسبوك واللي جابوا لنا كل هذه الاشياء باش الحقيقه تظهر، باش الجزائري يعرف التاريخ تاعو، ماشي التاريخ اللي قراه في المدرسه مع بومدين الله لا يرحم فيه اعظم اللي دارتو فيه. دارتو بطل كان يقتل في الثوار ويقتل في القبائل ويقتل فينا، وعمركم ما واحد طلع وقال هذا الانسان عنصري. ودوكا كي ناضوا القبائل اصبحنا احنا العنصريين، اصبحنا احنا الحركه، تقتلوا فينا، تذبحوا فينا، تحقروا فينا. يا اخي